فتأكدت أن هذا الدين دينا باطلا. وهنا أقول للشيعة وأسألهم سؤالا: أنا الآن سنيا، وأقول لو أنني دعوت الشيعة لاستطعت أن أدعوهم أولا إلى ترك المنكرات وترك البدع. ولا يخفى عليكم أيها الشيعة أن هذا الدين كله بدع وكله منكرات، وهو بعيد أشد البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فلو سألت الآن شيعيا وقلت له أنا الآن سني، إلى ماذا تدعوني؟ إلى ماذا تدعوني؟ هل تدعونني لأن أصلي 3 صلوات في اليوم فأكون شيعيا؟ هل تدعوني إذا أردت أن أدعو الله سبحانه وتعالى وأقول يا الله لابد لأن أكون مسلما أن أقول يا علي ويا حسين وأدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ هل تدعونني لأن أكون مسلما لابد أن أسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تدعونني لأن أكون مسلما أن أدخل هذه المآتم وهذه الحسينيات وأضرب على صدري وأضرب بالسيف حتى أكون مسلما؟ ولكنني أستطيع أن أدعوكم، أستطيع أن أدعوكم إلى ما لا تستطيعون أن تدعونني إليه.